هو يعني ايه أسوان؟ ومين اللي سماها بالاسم ده أصلا؟ اللي عمل كده كان أجدادنا المصريين القدماء. كان اسمها عند المصريين القدماء سونو بمعنى السوق، لأنها على أيامهم كانت مركز التجارة بين مصر وبلاد النوبة. سونو اتحرفت في القبطية لسوان، والعرب بعد كده نطقوها أسوان. ده في محافظات ومدن كمان المصريين القدماء هم اللي سموها. اتقال شوية منهم في كتاب أصل الألفاظ العامية. قنا أو قنا كان اسمها باللغة المصرية القديمة قني، يعني يحضن، في إشارة يعني إن قنا بتحضن مية النيل. أسيوط كان اسمها سوت، يعني المحمية. المنيا كان أصلها منعة خوفو، ودي اسم مرضعة خوفو. بني سويف كان اسمها عند المصريين القدماء بوفيسيا، واتحرفت في القبطية لبني سوف. ويقال إن كان في قبيلة عربية عايشة فيها زمان اسمها بني يوسف، واللي منها جه اسم بني سويف. الفيوم عند المصريين القدماء كانوا مسميينها بايم، يعني البحيرة الكبيرة. اتحرفت في القبطية لفيوم، والعرب ضافوا بعد كده عليها الألف واللام وبقت الفيوم. دمياط أصلها في اللغة المصرية القديمة تمحيت، يعني بلد الشمال، وفيها قويل تانية بتقول إن كان اسمها دميتو، يعني سكان المينا. واتحرفت في القبطية لتميات، وفي اليونانية بقت تمياطس، ولما العرب فتحوا مصر سموها دمياط. بنها كان أصلها بالمصري القديم باء النهت أو بنهاو، واللي معناها المرتبطة بشجرة الجميز، ودي كانت من الأشجار المقدسة عند المصريين القدماء. دمنهور جاية من دمنحور، يعني مدينة الإله حورس. منوف كان أصلها بونفر، وفي القبطية بقت منوف، يعني المكان الجميل.